رح بلش معكم تفريزات رمضان السهلة. أنا عادة بفرز الأشياء اللي ما بتكون متواجدة بخلال السنة كلها ومنها السبانخ. عندي هون 3 ربطات سبانخ تقريبا كيلو. أنا لما إجي أفرز ما بفرز كميات كتير كبيرة بمرة واحدة، خاصة الأشياء اللي بتنتزع بسرعة، لأني يمكن ما يكون عندي وقت إني أعمل كل هالكمية مرة واحدة، فبجيب كذا مرة هيك كيلو وبعملن. وحبيت شارككن الطريقة. أول شي بشيل كعب الربطة وبنقي الوراق، إذا في شي منهم منزوع بشيله، أو إذا في شي مصفر كمان بشيله، وبحطهم بجاط كبير. يفضل إنه تخلوها الورقة كاملة ما تقصوها قبل الغسيل، بس أنا بصراحة إذا الورقة كتير طويلة ما بتسع بقلب الجاط فبقسمها نصين، لأنه بيقولوا إنه بتخسر فوايدها إذا تغسلت بعد ما انقطعت. وبهاي الطريقة رح كمل باقي الكمية، ورح اخدهم وغسلهم كتير منيح. طبعا غسلتهم تفحات، حطيت شوي بجاط وغسلتهم كتير منيح كذا غسلة عشان يروح التراب اللي فيهن، وبعدها حطيتهم يتصفوا لحتى ينشفوا شوي. وفيكن تفردوهن على فوط، وفيكن بدون ما ينشفوا كمان دغري تقطعوهن وتفرزوهن. أنا وقت لما أكون مستعجلة ما بتركن ينشفوا أبدا، ودغري بفرمن وبحطهم بالفريزر. وهلأ أخدت الوراق وفرمتن، ورح خلص كل الكمية وبعدين رح فرجيكم كيف فرزهم. طبعا السبانخ أنا بستعملها بالأومليت، البيض مع السبانخ، بفطاير السبانخ، وبيخنة السبانخ باللحمة المفرومة. عادة هاي أكتر الوصفات اللي بعتمدها، بس أوقات بعمل مثلا معكرونة بالبشاميل كمان مع السبانخ، أو بجرب وصفات جديدة، بس إنه هاو أنا اللي أكتر شي بعملهم، وهاو وصفاتهم بتلاقوها على القناة عندي. بس خلصت كل الكمية رح جيب أكياس التفريز ورح بلش أعبي بقلبهم السبانخ. طبعا فيكن تعبوا كمية اللي بدكن إياها على حسب الكمية اللي رح تستعملوها. أنا عادة بقسم الكيلو ل4 أقسام. إذا بدي أحضر يخنة السبانخ ممكن شيل ال4 سوا، وإذا بدي أعمل مثلا معكرونة بالبشاميل والسبانخ أو أومليت أو أي وصفة ما بتحتاج كتير سبانخ فباخد وحدة. بعد ما أعبي السبانخ بالكيس بصير أضغطهم بهيدا الشكل عشان فضي الهوا، عشان يسع كمية أكبر بقلب الكيس. وطبعا لما أفضي الهوا منه كمان إنه بتصير مدة الحفظ أطول. وبعدين بربط الكيس وهيك بفردن شوي. طريقة كتير سهلة ومضمونة، إلي سنين بعتمدها. وهيك كفيت باقي الكمية. طلعولي مثل ما قلتلكن 4 أكياس، لأنه الكيلو قسمته على 4 أقسام، وبشيل راس الكيس من فوق وبس هيك بحطهم بالفريزر. وبغير أيام طبعا برجع بعمل نفس الخبرية مع كيلو تاني من السبانخ. وهيك بيكون خلص الفيديو تبعنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. اكتبولي بالتعليقات إذا حابين فرز معكم شي تاني لرمضان خاصة أو للأيام العادية. بشوفكن فيديو تاني بإذن الله قريبا. سلام.